الى صاحب المصنع، بل ده ممكن كمان يبقى صاحبك انت شخصيا. وتيتا الهام شاهين اللي لسه بتمثل من سنه 45 تقريبا. 8 مسلسلات جايين في رمضان، هنتابعهم ولا مش هنتابعهم؟ جاي معاك انا كده 4 هقول لك عليهم في اخر الفيديو، و4 احنا هنجلدهم انا وانت دلوقتي، فخليك معايا نجلد مع بعض. كل سنة بيطلع عليك أحمد العوضي الشخصية الجامد جدا اللي مفيش منه اتنين، الشنب الطاغي، الشخصية اللي لابسها باينة وعضلاته باينة ولازم يلبس حمالات ويتخن في صوته لأنه مفيش منه اتنين. يلا يا عم على الله حكايتك. ما تخطفنيش ما تاكلنيش. كل مرة بياخد حقه في حق عرب بيبقى زي الخديوي. انت مش ليه الخديوي؟ هقول لك انت ليه مش الخديوي، لان انت تقريبا مش احمد العوضي، لان احمد العوضي نسخة واحدة بس لن تتكرر، مفيش منها اتنين. فهد البطل انا مش هتفرج عليه لان هو شخصية طالعة شغال في مصنع رخام وبيحب واحدة جميلة، واكيد اكيد هتحبه، وطبعا هيتنقل من عامل شغال في مصنع رخام الى صاحب المصنع، بل ده ممكن كمان يبقى صاحبك انت شخصيا. فده مسلسل انا مش هتفرج عليه، وخش على بعضه. ايش طبعا محمد سامي يعني مي عمر، ومي عمر يعني محمد سامي في رمضان، وقصة مسلسل بتحكي عن بنت بتوجز جمال امها وكمان الفقر بتاعها، وشغالة ايه؟ شغالة رقاصة في رمضان، اللي هو بيقول لك خد يلا انا. هي حلوة بصراحة عشان مش كداب. يا ابن المحظوظة يا فوزي، ده زمن غايص. وكحمنا شويه لان قصه المسلسل بالنسبه لي اتهرست كتير قوي، ومش هتفرج عليه مليون في الميه. وخش على بعض سيد الناس، وده لعمرو سعد اللي دايما كلامه كله داخل فيه قافيات، اعرفوا ان جلاش في دماغ الخفاش واي حاجه في دماغ الدجاجه، ومشيها دماغ الدجاجه عشان خاطر ناكل عيش انا وانت. وتيتا الهام شاهين اللي لسه بتمثل من سنه 45. وعمرو سعد في المسلسل ده قايم بدور واحد اسمه الجرحي، وبرضه طبعا دخل السجن والدنيا جت عليه، فبيخرج من السجن ياخد حقه، وبيبقى مفيش منه اتنين، زيه بالظبط زي احمد العوضي. تحس ان الالماني ده كان فيلم فتح علينا بلاعة انت بتقول ايه؟ من البلطجة والقرف والدراما اللي ملهاش اي 30 لازمة. الالماني كان اول فيلم افتتح علينا القرف ده كله، ومشي ورا محمد رمضان، كان عمرو سعد ومصطفى شعبان وناس كتيرة قوي، يعني ناس كتيرة قوي مشيت ورا فكرة الالماني دي. فخش على بعض. مسلسل اسمه حكيم باشا، واللي طبعا هو اول مرة يقوم بدور دراما صعيدية، فاظن ان دي تغيير ونقلة نوعا ما، ولكن القصة بقى هي اللي هتحكم. هي القصة بالنسبة لي مبهمة شوية، لو تاجر آثار ولا لا. شخصية طالعة معاها فلوس كتير قوي وبتتخانق مع عصابة على قطعة آثار مش موجودة، طبعا مليون في المية شغال تاجر آثار، صح كده؟ فدي اتهرست 100 مرة. شوف بقى المسلسل ده هيحكي في ايه، الله أعلم. بس ده برضه من المسلسلات اللي 50%، لا مش 50 يا رب، خلينا 70% مش هشوفها. ليه؟ عشان انا زهقت برضه من الدراما دي، مش لاقي اي حاجة جديدة تشدني. خد بقى الاربع مسلسلات دول اللي احتمال نتفرج عليهم انا وانت، واللي معظم الشعب المصري هيتفرج عليهم عموما. والمداح، وده مسلسل انا وانت هنشوفه، ومش انا وانت وبس، لا ده امهاتنا كلها هنشوفه. ليه؟ مسلسل فيه قصه، مفهوش الفاظ خارجه، فيه اشياء كتيره قوي وتلميحات كتيره قوي. لو انت حابب نتكلم عليهم في حلقات مفصله ونشرح لك التلميحات اللي موجوده فيه، انا ما عنديش اي مانع، انا هبقى حابب. وقصه المسلسل بتاعت المداح نفسه حلوه، كل سنه بتشوف شيء جديد، وكل سنه بيربط لك احداث يخليك مستني الجزء اللي بعده بفارغ الصبر. وخش في الحلقة. واخيرا احمد مكي اخيرا بيخرج من فكره الكبيره قوي اللي انا ما اتفرجتش اصلا الا على اول 3 اجزاء، والباقي ما حسيت ان انا بتفرج على شيء مكرر. حتى الكوميديا بتاعته كانت مبتذله نوعا ما. رحمة أحمد كانت دايما بتصوت في الأجزاء اللي فاتت، ما كنتش حاسس بشيء جيد. ولو إن جمهور المسلسل ده كبير جدا كبير جدا، وخلينا نتفق على حاجة، أنا وأنت مش شرط نشوف الدنيا كلها 100%. أنت ممكن تحب حاجة أنا ما أحبهاش، فدي أذواق. الغاوي واللي تقريبا ده 15 حلقة بس، وقصته جديدة نوعا ما شفتهاش قبل كده، او ما شفتش احمد مكي بيعملها قبل
كده، وهي بتحكي عن شخص فاسد جدا بيحاول يتوب، فبيقابل شخصية عايزة تعمل قصة حياته كمسلسل أو فيلم. تدور الأحداث في ال 15 حلقة على إيه هنشوف، ولكن اللي أنا متأكد منه إن المسلسل هيبقى حلو. ليه؟ عشان أحمد مكي شاطر أوي في الراب وفي التمثيل. خش في اللي بعده. يلا بينا. العتاولة. العتاولة من الجزء الأول أنت بتتكلم في كمية نجوم جامدة جدا وإنتاج ضخم جدا، فهتشوف فيه أحداث حلوة أوي، وده بسبب باسم سمرة وطارق لطفي، 2 عتاولة حرفيا في التمثيل. فخلينا نشوف الأحداث الجديدة بتحكي في إيه، وده المسلسل اللي تقريبا 60% أو 70% مننا هيتابعوه. خش في اللي بعده. النص. واحمد امين المره دي قايم بدور نشال، واللي هو بيحكي عن الاحتلال البريطاني، وبيتحول الشخصيه دي بتتحول من نشال سيء السمعه الى بطل شعبي. تخيل ان القصه فيها حبكه دراميه حلوه، وخصوصا ان هي معموله بكوميديا. يعني فهنا احمد امين بيعمل رهان جامد قوي، يا تكسر الدنيا يا تقع وقعه مش هتقوم لها. بس انا متفائل جدا باحمد امين لانه ممثل شاطر في الحته دي، بيعرف يمسك الكوميديا بتاعت المواقف، وبيعرف يعمل مسلسلات قصيره حلوه جدا. فانا متحمس ان انا اشوف المسلسل ده. لو انت كمان متحمس اكتب لي في الكومنتات. فدول كانوا شويه المسلسلات اللي انا هتابعهم واللي احنا مش هنتابعهم. وبقول احنا ليه؟ عشان انا متاكد ان 80% من الناس زي حالاتي كده زهقت من فكره الدراما المبتذله المكرره اللي ما فيهاش اي 30 لازمه. فدول كانوا 4 مسلسلات مش هشوفهم، 4 مسلسلات احتمال كبير كلنا نشوفهم. فلو عجبتك الحلقة دي أرجوك ولو سمحت يعني اعمل لنا شير ولايك وسبسكرايب، تشوف معانا الحلقات القديمة وتتابع معانا الحلقات الجديدة إن شاء الله. أشوفكم على خير وكل سنة وأنتم طيبين. سلام.